سلمى، حسن، إلى اللقاء. انتبه لنفسك ولا تنسى أن الماء مهم كثير في الصحراء. شكرا يا سلمى، طبعا سأكسب مالا كثيرا. وأنت يا حسن انتظر رجوعي. طبعا إذا واجهتك مصاعب كثيرة ارجع من نصف الطريق. إلى اللقاء. سلمى، حسن، إلى اللقاء. انتبه لنفسك. انتبه. انتظرني. مسكينة ياسمينة، قالت أمامي إنها تكره السفر في الصحراء. انتباه. متى يا ترى نصل إلى مشارف المدينة؟ عاصفة رملية! ماذا تفعل؟ غريب، أين ذهبوا جميعا؟ أين القافلة؟ يظهر أني ضائع. النبات، النجدة، أخرجني من النبات، أخرجني من النبات. طيب سأساعدك حالا. أتذكر أني معرض المجيء؟ أذكر.
جمال تهرب. انتظري انتظري. ياسمينة ياسمينة، لن أموت. لا لن أموت، لن أموت. لن أموت. سندباد، وجدت الماء، واحة قريبة من هنا. واحة؟ هلا، واحة. ليس سرابا، بل واحة حقيقية. واحة حقيقية؟ نجوت نجوت. أشعر بالراحة الآن. شربت الكفاية من الماء، ولكنني جائع. تسلية حلوة. تسلية حلوة. ما هذا؟ ريح دولية؟ يا صبي، يا صبي، لا ينفع الاختباء. اخرج. قتلت لي ولدي، أنا عفريت الصحراء. ماذا؟ عمري ما قتلت أحدا. ولدي العزيز، أسفي عليك يا ولدي، ما زلت طفلا صغيرا. كيف أخسرك هكذا؟ ما زلت صغيرا يا ولدي. أظن أنك مخطئ. أنت قتلته، رميته ببذرة العناب. بذرة العناب؟ أصابته في عينيه نقطة ضعفه الأساسية. سآخذ حياتك لأنك قتلت ابني. استعد. سامحني أيها العفريت، ما قصدت إيذاءه. دعني أشرح لك. قتلت ابني، لذلك ستموت. إذا عندي طلب واحد قبل قتلي. أرجوك استمع. تريد أن تدافع عن حياتك في هذه اللحظة؟ لا، ما عنيت هذا. إذا مت الآن لن أقدر أن أرجع الجمال لرفاقي، ولا أن أودعهم وأودع الخدم الذين ينتظرون رجوعي. أمهلني 7 أيام حتى أرجع إلى بغداد، ثم أعود إليك. تعيدني بأنك ترجع؟ وعد شرف.
حسنا، أقبل وعد الشرف. سأمهلك 7 أيام. مرت 6 أيام وسندباد جالس عند الواحة حائرا خائفا يفكر في طريقة للتخلص من عفريت الصحراء. وفي صباح اليوم السابع ماذا أصابك يا صغيري؟ هل هناك ما يزعجك؟ قل لي. لا شيء. يا أحمق، طبعا هناك ما يزعجه، ينتظر العفريت حتى يأتي ويقتله. صحيح، سيقتلك العفريت، وهل يمكن أن تخبرني عن السبب؟ في الواقع عندما تشرق الشمس سأكون لذلك أنا هنا أيها العجوز. الأفضل أن تذهب أنت قبل أن يصل العفريت. هيا. فهمت. قصة غامضة. أظن أنه مكتوب لك أن تقتل ابن العفريت، وأنا جئت إلى هنا بمصادفة كبرى، وأحب أن أبقى إلى النهاية. انظر، الشمس تشرق. علقت سيارة. أنا ما قصدت النجدة، أرجوك سامحني. اسكت. نيران الغضب المشتعلة منذ مقتل ولدي لن تنطفئ حتى آخذ حياتك. اسمع، سأقطع رأسك وأمزق أوصالك. انتظر لحظة، أود أن أطلب منك شيئا واحدا قبل أن تقتل هذا الولد المسكين. أريد منك أن تسمع كلامي. لا فائدة من الدفاع عنه. أترى هذه الغزالة؟ إن لها قصة غريبة محزنة. ماذا تعني؟ هذه الغزالة كانت في الواقع زوجتي. ماذا؟ الغزالة زوجته؟ نعم. ما رأيك؟ إذا أعجبتك قصتي أتسامح هذا المسكين على غلطته؟ لا تدافع عنه. فهمت. تعطيه نصف العقاب. لا أبدا. إذن ما رأيك بتخفيض ثلث العقاب؟ تريد الثلث فقط؟ نعم. أتعطيني ثلث دمه الذي يجري في عروقه؟ أرجوك الثلث فقط. سامحني، رميت ببذرة العناب دون أن أعرف. أيها العفريت، أرجوك لا تقتلني. طيب، سأستمع إلى قصتك. أشكرك كثيرا أيها العفريت. إليك قصتي. كان ذلك قبل 30 سنة.
كنت أملك ثروة وأعيش مع زوجتي وابني في سن 10 في إحدى القرى. خرجت يوما إلى أعمالي ورجعت إلى البيت بعد غياب طويل. رجعت محملا بالهدايا. لم أجد زوجتي، بل أختها المطلقة من زوجها تنتظرني في البيت. ما فهمته منها أن زوجتي وابني اختفيا بعد ذهابهما إلى البرية ليقطفا التوت، وإذ لم يرجعا ظن الجميع أنهما ضاعا وماتا، لكن بحثنا عنهما كثيرا لم نجد لهما أثرا. صدقت أنهما ميتان، وبعد نصف سنة قررت أن أتزوج أخت زوجتي الراحلة التي اعتنت بي كثيرا. سيدي، اخترت أفضل بقرة موجودة عندنا لأذبحها ليلة عرسك. لنذهب ونرى ما اخترته. حاضر. يجب أن نهتم كثيرا بالضيوف ليلة عرسي. بقرة مسمنة فعلا. لم أفهم لماذا أخذت البقرة تذرف الدموع عند رؤيتي. غريب، البقرة تبكي. حرام أن نقتلها، لا أقدر أن أفعل ذلك. اختر لنا بقرة أخرى. حاضر. لا، يجب أن نقدم أفضل بقرة في الاحتفال، لن نجد واحدة مثلها. ما عندي اختيار، اعذريني. أوه، لا أستطيع ذبحها. افعل ذلك أنت. والقصة العجيبة تبدأ بعد هذه الحادثة. كانت البقرة زوجتي التي اعتبرت ميتة. ماذا؟ البقرة زوجتك؟ وماذا جرى؟ عرفت أن البقرة زوجتي حين تزوجت أختها. عرفت ذلك بفضل امرأة عجوز من القرية المجاورة. البقرة التي ذبحتها ستجلب لك المصاعب. هناك ما قام بلعبة خبيثة فحول زوجتك وابنك إلى بقرتين. من فعل شيئا كهذا؟ أنا مذنبة، حسبتها على السعادة إذ كنت أعيش وحيدة وحزينة، فأردت أن آخذ مكانها ودعيت عليها لأحولها إلى بقرة. وكيف أسترجع زوجتي وابني؟ الموتى لا يرجعون كما كانوا، أما ابنك فما زال حيا. أرجوك أرجعيه إلي. ولدي. والآن سأدعي عليك لتصبحي حيوانا بدوري. أنا مذنبة، لا يهمني ماذا أصبح، لكن أرجوك أن تبقى معي. وحين صارت لابني ثروة محترمة تزوج امرأة طيبة، أما أنا فأقطع المسافات وأصلي على روح زوجتي المغدورة. كما وعدت أسامحك على ثلث غلطتك، لكني راجع غدا لآخذ الدم الباقي.